بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس التقريب لأقرب وحدة أو عدد صحيح للصف الرابع. التمرين الأول يقول لي قرب لأقرب وحدة أو قرب لأقرب عدد صحيح. نفس صيغة السؤال بتكون واحدة. هيديني حاجة من اتنين، يا إما عدد عشري يا إما عدد كسري. نشوف الحالة الأولى. لو اداني عدد عشري، عدد 28 و72%، عايز أقربه لأقرب عدد صحيح. معناه إن أنا هشوف أقرب عدد صحيح من العدد 28 و72%. طبعا الإجابة بتاعتها هتنحصر في عددين، يا إما 28 صحيح يا إما 29 صحيح، لأن العدد 28 و72% ده بينحصر بين العددين الصحيحين 28 و29، فالإجابة هتبقى واحدة من الاثنين، يا 28 يا 29. مين اللي يحدد الكلام ده؟ اللي يحدد الكلام ده رقم الأجزاء من 10. فأنا لما أعمل خطواتي، أول خطوة أحدد خانة الأحاد. خانة الأحاد هي اللي بتكون على شمال العلامة العشرية مباشرة، يبقى هنا دي خانة الأحاد فيها 8. بعد كده هبص على رقم الجزء من 10، لو كان 0 1 2 3 4 مش هزود حاجة، لو كان 5 6 7 8 9 هزود 1. هنا رقم الأجزاء من 10 7 هتزود الخانة بتاعتي 1، يبقى ال8 دي هتبقى 9. كل الأرقام اللي على شمال خانة الأحاد هكتبها زي ما هي، وبعد كده أحط العلامة العشرية واستبدل الأجزاء العشرية كلها بأصفار، يبقى الناتج بتاعي عبارة عن 29 صحيح. يا إما أكتب 29 كده والعلامة والأصفار كده مالهمش قيمة خلاص مش هكتبهم، أو عايز أكتبهم مش هتفرق. يبقى هنا 28 و72% أقرب عدد صحيح لهذا العدد هو العدد 29. طيب لو كانت 5 صحيح و3/10، برضه رقم الأحاد ال5 على يمينها 3 مش هتزود حاجة، يبقى ال5 دي هتفضل 5. هكتب العلامة العشرية واستبدل رقم الأجزاء من 10 بصفر، يبقى الناتج عبارة عن 5 صحيح. طبعا عندنا خطأ شائع ان انا ممكن اكتب الصفر من غير العلامة فتبقى 50، طبعا كده خطأ. يبقى لازم عشان اكتب او استبدل خانة الاجزاء العشرية بصفار، يبقى لازم اكتب العلامة العشرية عشان يبقى الناتج بتاعي مظبوط. لو جاب لي عدد كسري زي 136 صحيح و5 على 7، برضو الإجابة بتاعتها تنحصر بين عددين، يا إما 136 صحيح يا إما 137 صحيح. ده أقرب عدد صحيح للعدد 136 و5 على 7. طيب أنه إجابة فيهم اللي صح؟ اللي يحدد الكلام ده قيمة الكسر اللي هو 5 على 7. رقم الأحاد ال6 على يمينها المرة دي كسر بسط ومقام. في الحالة دهيت ما هيش على يمينها رقم زي الصفر أو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة وهكذا عشان أقدر أعرف أنا هزود ولا لأ. إنما لو كان اللي جاي مع العدد الصحيح عبارة عن كسر بسط ومقام، يبقى أنا عشان أعرف أنا هزود ولا لأ يبقى لازم أقارن الكسر بتاعي اللي هو 5 على 7 مع العدد نص. لو كان عندي العدد اللي هو الكسر بتاعي أكبر من النص أو بيساوي النص، يبقى أنا كده هقدر أزود 1. إنما لو كان قيمته أقل من النص مش هزود حاجة. طيب عشان أقارن ما بينهم، عشان أعرف مين الكبير ومين الصغير، يبقى أعملها بالشكل ده وأعمل المقص بتاعي اللي أنا اتعلمته قبل كده في درس المقارنة بين كسرين. يبقى هضرب هنا 5 في 2 ب10، وبعد كده 7 في 1 ب7. هنا ال10 أكبر من ال7، يبقى معنى كده إن قيمة الكسر 5 على 7 أكبر من النص، وبالتالي ال6 دي هتزيد 1 فتبقى 7. واكتب كل الأرقام اللي على شمال خانة الأحاد، والكسر بتاعي خلاص ما عادش له لازمة عندي، يبقى أنا مش هكتبه. يبقى الناتج بتاعي عبارة عن 137 صحيح. طيب ازاي اعرف ان الكسر بتاعي هيزود او لا؟ بنكرر تاني اهو. لو كانت قيمته اكبر من النص او بيساوي النص يبقى انا هزود 1 على خانة الأحاد. لو كان اقل من النص مش هزود حاجة. طب ازاي اعرف؟ اقارنه بالنص. اقارنه بالنص بالشكل ده. هعمل المقص بتاعي عشان اعرف مين الكبير ومين الصغير. ممكن ان انا اعرف من غير ما اقارن بالشكل ده بشكل بسيط جدا، ان انا اشوف البسط ده هل هو قيمته اكبر من نص المقام ولا بتساوي نص المقام ولا اقل من نص المقام. لو كان البسط اللي هو ال5 اكبر من نص ال7 او بتساوي نص ال7، يبقى في الحالة دي هزود 1. انما لو كان اقل من نص ال7 يبقى مش هزود حاجة. ف7 نصها 3.5، ال5 اكبر منها يبقى كده هزود 1. طيب أو ممكن أضرب البسط بتاعي في 2، 5 في 2 ب10، وأشوف الناتج بتاعي. لو طلع أكبر من المقام يبقى أزود، يساوي المقام أزود. إنما لو طلع الناتج بعد ضرب البسط في 2 أقل من المقام يبقى مش هزود. بأي طريقة هقدر أعرف هي 5 على 7 دي أكبر من النص ولا أقل من النص. بأي شكل بقى إن أنا في النهاية هوصل هي أكبر من النص ولا أقل من النص ولا بتساوي النص. لو أكبر أو بيساوي النص يبقى أنا هزود 1، أقل مش هزود. زي برضو المثال ده 924 صحيح و3 أتمان. عشان أقدر أحدد هنا أو أقرب هنا لأقرب وحدة، الأحاد بتاعي هو العدد 4 أو الرقم 4. طيب على يمينه كسر،
يبقى على طول عشان اعرف انا هزود ولا لا يبقى لازم ان انا الكسر ده ان انا اقارنه بالنص، يبقى هاخد الثلاث اتمان واقارنها بالعدد نص. طيب 3 في 2 ب6، 8 في 1 ب8، ال6 اقل من 8، في الحالة دي مش هزود لأن 3 على 8 هنا أقل من النص، فيبقى الأربعة تفضل زي ما هي وهكتب باقي العدد زي ما هو، يبقى الناتج هنا 924. واحد تاني هيقول هضرب البسط في 2 تبقى 3 في 2 ب6، ال6 أقل من 8 يبقى كده قيمته أقل من النص يبقى مش هزود. واحد تالت هيقول إن ال3 أقل من نص المقام اللي هي 4، يبقى ال3 أقل منها يبقى برضه مش هزود. واحد رابع يقول أنا هحول الكسر ده إلى كسر عشري وأقرب لأقرب وحدة عن طريق خانة الجزء من 10. ده برضو كلام سليم، بس طبعا مش بيمشي في جميع الكسور اللي بيدهني، لأن مثلا زي المثال اللي فوق كده مش هقدر إن أنا أحول. إنما هنا من غير تحويل أنا أشوف الكسر بتاعي ده أكبر من نص ولا أقل من نص. محدش يتلخبط ما بين الحالة دي والحالة اللي هنوضحها في التقريب لأقرب جزء من 10. في حالة لو وجود عدد كسري بقربه لأقرب جزء من 10، هناك بقى لازم أحول، إنما هنا لا، من غير ما أحول أنا أقدر أحدد أنا هزود ولا لا. طيب ممكن بقى يدخل لي العمليات الحسابية اللي أنا اتعلمتها، جمع وطرح وقسمة مع الأعداد العشرية، وبالتالي يطلب تقريب الناتج. زي مثلا هنا عندي مسألة بيديني 43.5 زائد 61 و84 من 100، عايز إن أنا أجمع، وبعد ما أجمع أقرب لأقرب وحدة. طيب اتفقنا وأنا بجمع الخانات العشرية لازم أساوي الخانات. هنا على شمال على يمين العلامة رقم، هنا على يمينها رقمين، يبقى أنا هحط صفر هنا على يمين الأجزاء العشرية عشان ما أغيرش في قيمة العدد، وبالتالي أقدر إن أنا أجمع. 0 و4 4، 5 و8 13، 3 ومعايا الواحد يروح على ال3 العلامة أكتبها، 3 1 4، 4 1 5، و4 و6 10. ده الناتج بتاعي. هاخد الناتج ده أقربه لأقرب وحدة، الأحد عندي ال5 على يمينها 3 مش هتزود حاجة، يبقى ال5 تفضل زي ما هي وباقي الأرقام زي ما هي، يبقى الناتج 105. طيب هطرح 6 صحيح ناقص 1 و432 جزء من 1000، والناتج اللي هيطلع هقربه لأقرب وحدة. يبقى هنا عندي ال6 عشان أطرحها يبقى لازم إن أنا أحط لها علامة أشيل على يمينها لأن ده عدد صحيح زي ما اتعلمنا، وأساوي الخانات أحط 3 أصفار وأبدأ أطرح. 0 ناقص 2 مش هينفع أستلف، ده 0 وده 0، يبقى ال6 اللي هستلف منها تبقى 5، ودي 9 و9 وهنا 10. 10 ناقص ال2 8، 9 ناقص ال3 6، 9 ناقص ال4 5، العلامة جت أكتبها، 5 ناقص الواحد 4. بعد كده أحدد خانة الأحاد هلاقيها 4، على يمينها ال5 هتزودها 1 يبقى ال4 دي هتبقى 5 صحيح. بعد كده ممكن السؤال يقول لي قرب لأقرب متر، قرب لأقرب جنيه، قرب لأقرب كيلو جرام، قرب لأقرب أسبوع، قرب لأقرب يوم. كل دي تقريب لأقرب وحدة. يبقى لما أقول لي قرب لأقرب متر يبقى كأنه بيقول لي قرب لأقرب وحدة، بس يشترط في العدد اللي أنا هقربه لازم تكون وحدته هي نفس الوحدة اللي أنا هقرب لها. فهنا بيديني عدد بالسنتيمتر ويطلب تقريبه لأقرب متر. أنا أعمل إيه؟ يبقى لازم إن أنا أحل على خطوتين. الخطوة الأولى أحول الأول السنتيمتر إلى متر، وبعد كده الناتج اللي هيطلع أقربه لأقرب وحدة، يبقى أنا كده قربته لأقرب متر. مهمة جدا النقطة دي نتعلمها. يبقى هيديني عدد له وحدة ويطلب تقريب لأقرب وحدة سواء نفس الوحدة أو وحدة أخرى. طيب إحنا هنركز لو اداني عدد بوحدة وقال لي قرب لأقرب وحدة أخرى مختلفة. طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ هعمل خطوتين. الخطوة الأولى أحول السنتيمترات اللي قدامي دي إلى مترات. طيب إزاي؟ إن أنا أقسم على 100. طبعا لما بحول من الصغير للكبير بقسم، والمتر 100 سنتيمتر يبقى أنا هقسم على 100. لما أقسم على 100 يبقى أنا أحط علامة بعد رقمين، يبقى الناتج هنا يبقى 6 صحيح و75 من 100. هاخد العدد ده بقى أقربه لأقرب وحدة. الأحاد هنا ده كده أصبح بالمتر، هقول بقى إن هو بيساوي تقريبا، وأروح على خانة الأحاد أحددها وأبص على الخانة اللي على يمينها هلاقيها 7 هتزودها 1، يبقى 6 متر دي كأنها 7 متر تقريبا. يبقى 6 و5 من 100 متر يبقى عبارة عن 7 متر تقريبا. طيب 1820 سنتيمتر نفس الكلام، أقسم الأول على 100 عشان أحولها إلى متر، يبقى الكلام ده هيساوي 18 متر و20 من 100 كده بقى متر. بعد كده أقربها لأقرب وحدة، الأحد 8، الاتنين مش هتزودها حاجة يبقى يفضل الناتج 18، يبقى كده قربتها لأقرب متر. طيب جابها لي برضو قرب لأقرب جنيه ومديني عدد بالقرش. طيب برضو عارفين من القرش للجنيه يبقى أنا هقسم، لأن من الصغير للكبير أقسم، والجنيه في 100 قرش يبقى أنا هقسم هنا على 100، يبقى 975 قرش دي أنا هحولها الأول بالاسم على 100. لما أقسم على 100 يبقى أكتب العدد بتاعي أحط علامة بعد رقمين كده بقت جنيه. بعد كده أبدأ إن أنا أقرب لأقرب وحدة، يبقى ال9 هنا على يمينها 7، يبقى ال7 هتزودها 1، يبقى ال9 دي هتبقى 10 جنيه. برضو مدينا عدد بالقرش وعايز أقربه لأقرب جنيه، برضو الأول أقسم على 100
عشان يتحول لجنيه. يبقى الكلام ده بيساوي، احط علامه بعد رقمين لان بقسم على 100، اي عدد صحيح هقسمه على 100 احط له علامه بعد رقمين، كده بقى جنيه. اقربها لاقرب وحده، طبعا رقم الاحاد التلاتة، على يمينها 2 مش هتزودها حاجه، يبقى الناتج هنا 13 جنيه. كمل اللي بعده زي بالظبط، بيقول لي قرب لاقرب اسبوع ومديني العدد بتاعي بالايام. طيب يبقى الاول لازم احول الايام الى اسابيع. ازاي؟ بالقسم على 7. يبقى انا هنا هقسم على 7. طيب لما اقسم على 7 هيبقى هنا 43 هقسمها على 7 زي ما اتعلمت قبل كده في القسمه المطوله بتاعتي. 4 على 7 مش هينفع، هاخد ال 43 اقسمها على 7. اقرب حاجه الاقي 6 في 7 ب 42. 42 دي يبقى هنا ال6 وال 42 تحتها واطرح يتبقى 1. يبقى هنا الناتج بتاعي عباره عن 6 اسابيع 1 على 7. اهم حاجه ان انا ملخبطش هنا. يبقى هنا عندي اللي بيطلع فوق ده العدد الصح بتاعي، والباقي هو ده البسط، والمقام اللي انا بقسم عليه اللي هو ال7. يبقى 43 يوم بيساوي 6 و7 اسبوع. طيب بعد كده اقربها لاقرب وحده، الاحاد بتاعي 6، وبرضه نفس الكلام اشوف الكسر بتاعي هل هو اكبر من النص ولا اقل من النص. هنا طبعا السبع اقل من النص، لان السبع لما اجي اقارنه بالنص، السبع اقارنه بالنص يبقى السبع طبعا اصغر من ايه؟ من النص. يبقى في الحاله دهيت هقول ان ده بيساوي تقريبا 6 اسابيع. طيب لو 26 يوما عايز اقربها لاقرب اسبوع، برضه نفس الكلام، اقسم الاول على 7. يبقى 26 على 7، 2 على 7 مش هينفع. اقرب حاجه من ال 26 في جدول السبعة، التلاتة في 7 ب21، انما الاربعة في 7 ب28. يبقى الاقرب هي التلاتة، هاخد التلاتة فوق وال21 تحت واطرح، يبقى هنا 5. يبقى هنا الناتج هيساوي 3 اسابيع و5 ايام على 7. يبقى 26 يوما دي بتساوي تقريبا او بتساوي 3 و5 على 7 اسبوع. يبقى انا كده حولت الايام الى اسبوع. بعد كده اقربها لاقرب وحده، الاحاد عندي الثلاثه، ال5 على 7 دي اكبر من النص. يبقى لما اجي اقارن ال5 على 7 هلاقيها اكبر من النص. 5 في 2 ب10، 7 في 1 ب7، يبقى ده اكبر من النص. وطالما اكبر من النص يبقى انا هزود 1، يبقى ده ال 26 يوما تقريبا كده 4 اسابيع. ده بالنسبه للتقريب لاقرب اسبوع. بعد كده عندي مسألة لفظية، بيقول لي اشترى أحمد كراسات بمبلغ 37.75 جنيه وكتابا بسعر 14.75 جنيه، فإذا كان معه ورقة فئة 100 جنيه فكم جنيها يتبقى معه مقربا الناتج لأقرب جنيه. طيب أنا أخدت المسألة دي قبل كده في درس الجمع وطرح الأعداد العشرية، مزود عليها بس خطوة تقريب في الآخر، إن أنا عايز الناتج اللي هيطلع هقربه لأقرب جنيه. طيب خطواتي الأول هحسب ثمن الكراسات والكتاب اللي اشتراهم أحمد، يبقى يساوي 37.75 زائد 14.75. هجمع 5 و5 10، طبعا هجمع على طول لأن هنا الأرقام العشرية متساوية. يبقى 5 و5 10، 0 معايا 1، 1 و7 8، 8 و7 15، 5 معايا 1. أنا لما جيت أكتبها أصبح هنا 8، 8 و4 12، 2 معايا 1، يبقى 4 و1 5. يبقى هنا ثمن الكراسات والكتاب 52 جنيها ونصف بالتمييز بتاعي. بعد كده الباقي مع أحمد هيساوي 100 جنيه اللي كانت معاه، هطرح منها ثمن الكراسات والكتاب اللي هي 52 ونص. حط علامة هنا ورقمين، حط صفرين، 0 ناقص 0 هو الصفر، 0 ناقص 5 مش هينفع استلف، يبقى الواحد ده اللي هنستلفه، يبقى أصبح ده 9 وده 9 وده 10. 10 ناقص 5 5، أنا لما جيت أكتبها 9 ناقص 2 7، و9 ناقص 5 4 جنيه. بعد كده أقرب الكلام ده لأقرب جنيه يعني الأقرب واحدة. فين الأحد هنا؟ الأحد السبعة، على يمينها 5 هتزودها 1، يبقى ده بيساوي تقريبا 48 جنيه. السؤال اللي بعده والأخير في التقريب، قرب لأقرب جزء من 10. عشان أقرب لأقرب جزء من 10 برضه هيديني عددين، يا إما عدد عشري يا إما عدد كسري. طيب بالنسبة للعدد العشري هعمل خطواتي عادية خالص، هروح على خانة الجزء من 10، وهي المرة دي بقى أول رقم على يمين العلامة أحدده، وبعد كده أبص على الرقم اللي على يمينه، هلاقي السبعة بتزوده 1، يبقى الاتنين دي هتبقى 3. أكتب العلامة وأكتب الرقم العدد صحيح، والأجزاء العشرية اللي على يمين خانة الجزء من 10 أستبدلها بصفار، يبقى الناتج 9 صحيح و3 من 10. والأصفار دي ملهاش قيمة، ممكن ما أكتبهاش، ولو كتبتها برضه مفيش مشكلة.
طيب هنا برضو خانة الجزء من 10 هي التلاتة، على يمينها 4 مش هتزود حاجة، يبقى التلاتة تفضل تلاتة، اكتب العلامة واكتب العدد الصحيح، محدش ينسى العلامة، واستبدل الأجزاء العشرية بصفار، يبقى الناتج 15 صحيح و3 من 10. طيب لو هو اداني بقى عدد كسري، هنا بقى لازم نحول، هنا بقى ما اقولش اقارن بالنص وكلام من ده، الكلام ده بنعمله لما نقرب لاقرب وحده، انما هنا لا، ده انا هقرب لاقرب جزء من 10، يبقى لازم خانه الجزء من 10 تبقى موجوده، وعشان تبقى موجوده لازم يكون عندي علامه عشريه، يبقى لازم الكسر دوت احوله. طيب اتعلمنا ازاي نحول الكسر ده، قلنا بناخد بسطه نضربه في 125 طالما المقام 8 ومقامه في 125 والعدد الصحيح بتاعي زي ما هو. 8 في 125 هيديني 1000، 5 في 5 ب25، 5 معايا 2، 5 في 2 ب10 و2 12، 2 ومعايا 1، 5 في 1 ب5 و1 يبقى 6. بعد كده المقام بتاع 1000 يبقى زي ما اتفقنا اكتب بسطه واحط علامته بعد 3 ارقام واكتب عدده الصحيح. كده بقى ظهرت خانة الجزء من 10. يبقى لو اداني عدد كسري وهو بيقول لي قرب لاقرب جزء من 10، لازم احول الاول من كسر عادي الى كسر عشري بالطريقه اللي احنا اتعلمناها في درس التحويل من كسور عاديه الى كسور عشريه. بعد كده خانة الجزء من 10 الستة، على يمينها 2 مش هتزود حاجة، يبقى أنا الستة دي هتفضل زي ما هي 6، واكتب العلامة واكتب التلاتة واستبدل الأرقام دي بصفار، ممكن اكتبها ممكن ما اكتبهاش. نفس الكلام المقام عندي 4، يبقى لازم برضو إن أنا أحولها. إزاي؟ الأربعة بضربها في 25، أضرب البسط وأضرب المقام. الستة صحيح زي ما هي، 3 في 25 هيطلع لي 75، و4 في 25 ب100. المقام 100 يبقى اكتب البسطه واحط علامته بعد رقمين وعدد الصحيح بتاعي 6. بعد كده خانة الجزء من 10 السبعة، على يمينها 5 هتزودها 1، يبقى الكلام ده بيساوي تقريبا هنا هتبقى السبعة 8 وعلامة و6 صحيح، يبقى 6 صحيح و8 من 10. ممكن استبدل الخمسة دي بصفر وممكن ان انا ما اكتبهاش. نفس الكلام برضو هيدخل مسألة التقريب مع الجمع وطرح الأعداد العشرية زي المسألة دي كده. بيقول لي 8 صحيح و4 من 10، عايز أجمعها على 1 صحيح و959 من 1000، يبقى أنا أساوي الخانات، أحط هنا صفرين، 0 و9 9، 0 و5 5، 4 و9 13، 3 ومعايا الواحد يروح على 8، يعني لما أكتبها 1 و8 9، 9 و1 10. بعد كده عايز اقرب الناتج لاقرب 1 على 10، 1 على 10 يعني جزء من 10. ممكن يقول لي قرب لاقرب جزء من 10، قرب لاقرب 1 على 10، قرب لاقرب رقم عشري واحد، كل دي مسميات واحد. طيب خانة الجزء من 10 هنا 3، على يمينها 5 هتزودها 1، يبقى دي بقت 4، واكتب العلامة واكتب العدد الصحيح. طيب 9 صحيح ناقص 1 و3/4، اتفقنا مطرح عدد ناقص عدد كسري استلف من العدد الصحيح 1 يبقى 8، اخد منه 1، والواحد الصحيح ده اعمله كسر بسطه يساوي مقامه، وعلى حسب المقام بتاع العدد المطروح يبقى 4 على 4، يبقى التسعة اخد منها 1 تبقى 8، والواحد الصحيح اللي انا اخدته اعمله كسر عبارة عن نفس المقام ده اللي عندي ده 4، يبقى اعمله 4 على 4. كده دي التسعة صحيح بتاعي. بعد كده احط المقام زي ما هو واطرح البسط ناقص البسط، 4 ناقص 3 1، و8 ناقص الواحد ب7. طيب الكلام ده عايز اقربه لاقرب جزء من 10، يبقى لازم احول 7 وربع، طبعا الربع ب25 من 100 على طول، يبقى ده بيساوي 7 و25 من 100. هنا اضطريت احول لان عايز يقرب لاقرب جزء من 10، انما بنبه تاني لو انا بقرب لاقرب وحده مش بحتاج تحويل. طيب الجزء من 10 الاثنين، على يمينها 5 هتزودها 1، يبقى ده 7 و3 من 10. كده انتهى درس التقريب لاقرب جزء من 10.